بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل حبايبي، معاكم جدة ملك، والنهارده جايبه لكم مثل جديد بيقول: اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك. والمثل ده من الامثال الشعبيه اللي فيها ذكاء المصريين وفهمهم لطبيعه البشر، ومعناه بيتقال لما تبقى عارف ان اللي قدامك ناوي لك على شر او اذى، فلازم تسبقه بخطوه وتحمي نفسك حتى لو اضطريت انك تواجهه او تكشفه قبل ما يأذيك. يعني نوع من الوقاية خير من العلاج، بس بطريقة حذرة وسريعة. والحكاية النهاردة بتقول: كان في راجل اسمه عم حسن، راجل طيب وبسيط وشغال في ورشة من زمان، ورشة نجارة. وكان فيها شاب اسمه ربيع لسه جاي الورشة جديد شغال معاه، بس كان دايما بيحقد عليه لانه محبوب من الزباين وشاطر في شغله. ربيع بدأ يدبر له مكيدة علشان يوقعوا في مشكلة مع صاحب الورشة، وفعلا بدأ يزور شغل وينسبه لعم حسن، يعني يقول ان هو الشغل اللي بايظ ده عم حسن اللي عمله، ويشيع كلام بين الناس انه بيسرق فلوس من الورشة. لكن عم حسن حس ان في حاجة غلط، وبدأ يلاحظ تصرفات ربيع وكلام الناس. راح من نفسه لصاحب الورشة وقال له: انا عايزك تشوف الكاميرات بنفسك وتشوف مين اللي بيغلط في الشغل، وانا مستعدة اتحاسب. وفعلا صاحب الورشة رجع الكاميرات واكتشف ان ربيع هو اللي بيبوظ الشغل وبيلعب في الخزنة وبياخد الحاجات من ورا صاحب الشغل من غير ما يستأذن. وشافه هو بقى واقف مع الصناعية بيعطلهم عن الشغل ويتكلموا ويقولهم ده عم حسن هو اللي بيسرق، هو اللي بيبوظ الشغل والكلام ده يعني. فطبعا طردوا من الشغل، ومن يومها الناس قالت عم حسن اتغدى بيه قبل ما ربيع يتعشى بيه. المثل ده بيعلمنا ان احنا ما نستناش الاذى يجي، ولو شمينا ريحته نتحرك بسرعة ونحمي نفسنا بعقل وبحكمة. وكده الحكاية خلصت. ولو عجبتكم اكتبوا لي في رأيكم في التعليقات، وفضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك علشان يوصلكوا كل جديد. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.